إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد توصلت بواحد النص اللي كتبه الدكتور فؤاد هراجة فيما يتعلق بالإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني المغربي في كرة القدم في هذا المونديال ديال قطر 2022. ولكن المضمون ديال هذا النص هو يعني أعمق من ذلك، وغادي نقراه وغادي نشوفه لأن بغيت نحافظ عليه في الحقيقة. تيقول الأستاذ والدكتور فؤاد هراجة: بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي لكرة القدم بقيادة المدرب وليد الركراكي الملقب برأس لافوكا، والذي يتمثل في قهر كبريات المنتخبات والمدارس الكروية الأوروبية، لم يعد لقب هذا المدرب مجرد اسم تلوكه الألسنة، بل أضحى عقلية وذهنية ومنهج في التفكير والاختيار. ذلك أن ذكر رأس لافوكا أصبح يحيل عند كل مغربي وعربي، أنا غنزيد وكل عربي، على معاني وقيم جامعة، وهي عندما تيقول دير النية المعنى ديالها هو القصد، يعني يكون عندك قصد نبيل. اللي تيقول معنا رضا الوالدين، يعني الطاقة الإيجابية. نبعدوا من النفاق، يعني كثرة النفاق راه باينة. نبعدوا من الأنانية، يعني المصلحة الشخصية الضيقة. تنعرفوا اللاعبين تيكونوا بعض المرات أنانيين. نكونوا عائلة، وهذه حاجة مهمة جدا، وهي التوحد والوحدة. سير سير سير، وهو التقدم إلى الأمام. اللي يستاهل يدخل الملعب الاستحقاق والكفاءة. اللي علاش ما نحلموش نمشيو بعيد، يعني هنا الطموح. الدراري كيتقاتلوا وخا مقصحين، يعني البذل والتضحية. بغينا نفرحوا هذا الشعب، السعي إلى إسعاد الآخر. ما زال ما درنا والو، بمعنى نشدان الكمال الذي لا سقف له. طلب الدعاء والروح الإيجابية. إذا تخيل معي، وهنا غادي يحيل الموضوع أنه يعني غادي يكبروا السي فؤاد هراجة. تخيل معي أن نضع على كل منصب في الدولة مسؤولا على شاكلة رأس لافوكا، يشتغل بنفس الروح ونفس الذهنية. مسؤول يكون قصده الأساس من أداء وظيفته خدمة الشعب وإرضاء أبناء وبنات الشعب. مسؤولا لا يتخذ من منصب وسيلة لتحقيق مصالحه ومآربه الشخصية. وهناك الكثير في الحقيقة، ولكن